اسكندرية الآن في عز الشتاء. طبعا احنا دلوقتي في بحري، وفي ظهرنا كده المرسى ابو العباس، والجو جميل النهارده والناس رايحة جاية. اهل اسكندرية ما بيفرقش معاهم شتاء او نوة او رعد او سقعة. اسكندرية اهو النهارده في بحري على البحر، وانتظروا فيديو المرسى ابو العباس. يا رب الفيديو يعجبكم، فيديو جميل وهنصور فيه الجامع من جوه وقبر المرسى ابو العباس، وهنصور فيه الملاهي والمراجيح اللي بره وكل حاجه. بس في الشتاء كده انتظروا فيديو المرسى ابو العباس. وادي الراجل اهو قاعد بيصطاد. حلاوه الناس دي بتصطاد في عز النوى وفي عز الشتاء، اكن مفيش شتاء يعني. حاليا وانا بصور دلوقتي حالا كده الدنيا بتنقط، هي هدت شويه، كانت بتشتي جامد وابتدت تهدي، ولكن الناس ما بيفرقش معاها وفرشين كراسي ورايحين جايين اهم بياكلوا وبيشربوا والمحلات شغاله. وهتشوفوا بقى فيديو ابو العباس ان شاء الله. الفيديو يعجبكم، والفيديو ده هتلاقوا فيه معنى اسكندرية بالليل ومعنى اسكندرية في الشتاء. والبحر كمان هادي وجميل، والمراكب كلها واقفة، والقلعة اهي هناك في وشنا. احنا طبعا صورنا القلعة قبل كده، والأنفوشي على شمالنا برضو صورنا قبل كده الأنفوشي وأماكن كتير في الأنفوشي. هتلاقوا الفيديوهات على القناة، والناس اللي متابعاني عارفة وشافت الفيديوهات دي. بس كده انا قلت اشارككم بس الجو على البحر. وزي ما انتم شايفين كده الشتاء ما بيبانش قوي في الكاميرا، بس باين برضو منه شويه. وادي جيلاتي السعيدي اهو في وشنا. الناس برضو عند الجيلاتي اكننا في عز الحر. والناس اهي واقفه بتبيع في عز الشتاء في بحري على البحر. الناس واقفه شغاله وبتبيع سبح اهو، حظاظات، وبتوع الحلبسه وبتوع الشاي والقهوه والذره واللب الاسمر، وكل حاجه موجوده في بحري على البحر وفي اي مكان في اسكندريه على البحر. ولكن طبعا احلى مكان في الشتاء في بحري. تتفرج على المراكب او تروح عند الشيخ وفيه او الصعيدي، او تجيب اكله سمك وتقعد تاكلها هنا على الكراسي. مصراوي اهو، وكشري الحرم، كشري وكبده الحرم. انتظروا فيديو المرسى ابو العباس، والسلام عليكم ورحمه